في واحد عسكري كان معنا من الجيش طبعا الناس، واحد شاب هكا في عمر الورد، عمره ربما 23 24، قال لي خالي بدك شيء، تحتاجي شيء من معلوله من صدنايا نجيبوه لك، مشتهيه شيء. في البدايه قلت له لا يا ابني، المفيد انتم تمام، احنا بعدين تمام، انت نصركم هو نصر باقي الامه. بعدين عدت له قلت له لا بدي شيء، قال لي امري. قلت له اعطيني فرده الصباط تبعك. فأربك مسكين قال لي ما اقدر اشلح انا خالتي انا ما اقدر اشلح امام باقي الجيش وامام الناس، كيف اشلح صباط؟ قلت له مشتهي انا ما بدي، مهن كل سوريا يعني لا اريد هديه الا صباط عسكري. فقال لي طيب وقت الغداء انا راح اهرب، راح اترك صديقي ياخذ مكاني واروح على البيت، عندي صباط مصمده وجديد لبسته مره بدي اهديه له. قلت له والله لن اغادر صدنايا ولا معلوله الا وانا هديتي في ايدي. فانا حبيت اسمحوا لي بقى، جبت فرده بس لانه ما شاء الله، واول مره انقهر اللي رجلي صغيره ما هي 44 اول مره تمنيت والله يا بنتي، تمنيت انه تكون رجلي رجل بوت عسكري. ستي السلام لن ياتي الا بهذا البوت الغالي العزيز، فهمتني؟ بوت ربما ما يدفيهم لانه ما نبطل، اللي احنا لابسين جوارب ومدفين حالنا في ببطانيات، جالسين في بيوتنا امام التلفزيون بالريموت وعاملين شاي وعاملين ارجيله. في ناس عم تلبس هذا البوت وعم تموت كرمال الامه باكملها. صحيح. فانا طالما هذا موجود فتاكدي تاكدي، ربي يخلينا قادتنا طبعا سماحه السيد اخونا بشار وهذا الجيش وهذا الشعب. شو بدي انا من هدايا الله غير هذا؟ وانا تاكدوا، والشباب اللي بدهم نشجعهم انا مش راح اشجع حد، انا ساترجى كل عسكري عمره 19 سنه يجي يقول لي خالتي انت روحي وثقي بنا ونحن سننتصر. بس بدك اكثر من هيك؟ بهذا ثقتنا بالنصر اكيد، واحترم اغلى هديه في عمري، اغلى هديه في عمري. والله يرحم كل شهداء الجيش، والله يرحم كل المظلومين الذين يدافعون منذ وكل أكثر من 4 مستضعف وكل سنوات بريء عن كل الأمة كما كنت تتحدثين. أشكرك. وأذكر 50 دولار وشوفوا مو مضبطن، يعني لو نزلت المي هو لابس مي مش لابس بوت، وما زال مصر أنه ينقذ الأرض والعرض. علينا أن نخجل على حالنا جميعا، حتى اللي مناصرين نخجل على حالنا، نتعلموا شوية تواضع، نتعلموا نقصوا من الارتزاق، خاطر بعضنا مرتزقه كمان في طابور المقاومه كمان. نتعلموا الخونه يخجلوا على حالهم، اللي جالسين في تركيا واسطنبول اللي عم يدفعوا الليله الواحده 180 دولار و250 دولار. ولك واحد يقدر يقول تفوح على التلفزيون، ممكن يقولها تسمحي لي انا قلتها اوريدي، الله لا يبارك لهم ان شاء الله اذا كان هم رجال. هاو رجال، هذم رجال اللي يموتوا يخليوا امهاتهم قلبهم محروق ويخليوا اطفال في بطون زوجاتهم الصغيرات. هناك عائلات قدمت اكثر من شهيد ومن 3 شهداء. اخجلوا شيء من الحياء، امه ما تستحي على حالها، امه فعلا لا تخجل. أشكرك جزيل الشكر السيدة كوثر البشراوي الكاتبة والإعلامية لوجودك معنا، شكرا جزيلا لك.